بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أهنئكم جميعا بهذه المناسبة العطرة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة ونحن في حال أفضل. رغم الألم والمعاناة التي نعيشها في غزة الجريحة، يبقى الأمل معقودا برحمة الله ولطفه بنا. لقد اجتهدت في تحري ليلة القدر وتحليل شروق الشمس خلال العشر الأواخر من رمضان، رغم الظروف الصعبة التي نعيشها. تأخرت في نشر هذا التحليل بسبب تلقي خبر استشهاد ثلاثة من أصدقائي أثناء تجهيز هذا التقرير، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. اليوم 21 من رمضان، في هذا اليوم كان شروق الشمس مشرقا، حيث ظهرت الشمس ولديها شعاع واضح. الجو كان صافيا، مما يعني أن الشمس لم تكن محجوبة أو مغطاة بالغيوم. هذه العلامة تشير إلى أن ليلة 21 من رمضان لم تكن ليلة القدر، لأن الشمس لم تكن بدون شعاع كما ورد في الأحاديث النبوية. اليوم 22 من رمضان، في فجر هذا اليوم كان الجو غائما، مما أدى إلى صعوبة رؤية الشمس بوضوح. ومع ذلك، عند انقشاع الغيوم جزئيا كانت الشمس لديها شعاع، وهذا يشير إلى أن ليلة 22 من رمضان لم تكن ليلة القدر. اليوم 23 من رمضان، شروق الشمس في هذا اليوم كان واضحا ومشرقا مع شعاع قوي جدا، مما يستبعد احتمالية أن تكون ليلة 23 من رمضان هي ليلة القدر، حيث أن صفاتها لا تتطابق مع الأوصاف النبوية. اليوم 24 من رمضان، كما في اليوم السابق، ظهرت الشمس بشعاع قوي وواضح، مما يشير إلى أن ليلة 24 من رمضان لم تكن ليلة القدر، إذ لم تظهر الشمس بدون شعاع كما هو موصوف في الأحاديث. اليوم 25 من رمضان، هذا اليوم تميز بهدوء الطقس خلال الليل، حيث كانت الأجواء ساكنة ومطمئنة. وعند شروق الشمس بدت بيضاء قمرية بلا شعاع، مما يجعل هذه الليلة الأقرب إلى أن تكون ليلة القدر وفقا لما ورد في السنة النبوية. اليوم 26 من رمضان، في هذا اليوم كانت الشمس قمرية، ولكن مع وجود شعاع بسيط، وهذا يجعل من غير المرجح أن تكون ليلة 26 من رمضان هي ليلة القدر، لكنها كانت قريبة من العلامات. اليوم 27 من رمضان، الليلة كانت هادئة، وهو أحد العلامات التي تميز ليلة القدر، لكن الجو كان غائما، مما جعل رؤية الشمس محجوبة جزئيا. ومع ذلك، كانت الشمس خلف الغيوم تمتلك شعاعا، مما يقلل من احتمالية أن تكون هذه الليلة ليلة القدر، لكنها تبقى إحدى الليالي المرجحة. اليوم 28 من رمضان، شروق الشمس في هذا اليوم كان قويا جدا، مع شعاع واضح ومباشر، مما يستبعد أن تكون ليلة 28 من رمضان هي ليلة القدر، إذ لم يكن للشمس صفاتها القمرية الهادئة. اليوم 29 من رمضان، في هذه الليلة كان الجو غائما جزئيا، مما جعل الشمس تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى. وعند شروق الشمس بدت وكأن لديها شعاعا، على الرغم من أن الليلة كانت هادئة، وهذا يقلل من احتمالية أن تكون ليلة القدر. اليوم 30 من رمضان، صامت العديد من الدول هذا اليوم، إلا أن شروق الشمس كان مشرقا جدا مع شعاع قوي، مما يستبعد أن تكون ليلة 30 من رمضان هي ليلة القدر. الخاتمة: بناء على التحليل السابق، فإن الليلة الأكثر ترجيحا لكونها ليلة القدر هذا العام هي ليلة الخميس 25 من رمضان، حيث تطابقت أكثر مع العلامات الواردة عن ليلة القدر من حيث السكون والطمأنينة وشروق الشمس بدون شعاع. أسأل الله أن يكون قد وفقنا لقيامها، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينصر أهلنا في غزة وفي كل مكان، وأن يعيد علينا رمضان القادم ونحن في حال أفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.